الأمن والاستقرار الذي يوجد في منطقة شمال شرق سوريا وتركيا تهدف إذا هذه زعزعت هذا الأمن. عم يستهدف المصادر الحيوية لإضعاف مكونات المنطقة، الثروة الموجودة في شمال شرق سوريا لإضعافها للسيطرة عليها. هي الدولة التركية منذ الأزل يعني إلى طمع بأراضينا، منذ الأزل كانت احتلالنا، منذ 400 سنة كانت الاحتلال موجودة. طمعها بالثروة الباطنية الموجودة، طمعها في الأراضي السورية، وزعزعة الأمن والاستقرار الموجود يعني كمكونات المنطقة. قوتهم وإرادتهم يعني ما بدها إنه الشعب شمال شرق سوريا يكون متكامل متماسك، يعني هذا الشيء عم يضر بمصلحتها، ما تحب إنه تشوف المكونات المنطقة متماسكين. القوى الموجودة مثل ما قلنا الأحزاب تكون متماسكة، صوت واحد. نحن كشمال شرق سوريا كسيادة سوريا، يعني الهجوم اللي عم يصير بس مو أنه بس على المناطق، أنه الاحتلال على شمال شرق سوريا هو على احتلال، أنه على السيادة السورية.